السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير. واقول لكم ايه، يا مساء البسبوسة. نعمل مع بعض بسبوسة، بس المقادير هتبقى مظبوطة على الشعرة. هنوزن كل حاجة وهنعرف المقدار بالجرام. معايا اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم بس ونبدأ. جبت لكم الميزان لحد قدامكم، بس مش عارفة بقى اذا كنتوا شايفين بالظبط الارقام ولا لا. اول حاجة معايا دقيق بسبوسة سايب، جايباه من عند العطار، اسمه سميد البسبوسة. وزنت نص كيلو اللي هو 500 جرام من سميد البسبوسة، وهنوزن معاه ربع كيلو من السكر. ربع كيلو يعني كوباية مليانة. انا اول لما مليت الكوباية دي اللي في ايدي ما كنتش مليها على الاخر. على الميزان بقى كان ناقصها شوية فكملتهم. يبقى نص كيلو 500 جرام من سميد البسبوسة، عليهم ربع كيلو 250 جرام من السكر، وعليهم 100 جرام من السمنة. وطبعا انا وزنت بالكوباية بس خصمت وزن الكوباية نفسها، يعني وزن الكوباية نفسها كان 300 جرام لوحدها. ادي 100 جرام من السمنة البلدي، هحط عليه معلقة من الزيت. وقلنا الزيت بيعمل ايه في البسبوسة؟ بيديها لمعان حلو، وبيخليها كده ايه، يعني كأنك شاريها من بره، لونها جميل. كل ده هحطه على السميد، ومعلقتين من جوز الهند. هبست ده كله بقى بس حلوة كده بين كفين ايديا كده، اخلي كل حبات السميد تتشرب السمنة بتاعتي. بصوا انا هنا بوريكم وزنه، هو 300 جرام وهو فاضي. هحط بقى معايا اللبن بتاعي يكون دافي، والكمية بتاعته او الوزن بتاعه بالظبط 225 جرام. 225 جرام يعني كوباية كاملة اهو، من نفس المج ده كوباية كاملة مليانة. بعد ما بسيت البسبوسة بتاعتي كويس جدا جدا، حطيت عليها الحليب، وما بعجنش بقى، يا دوب بقلب بس الحليب يختفي. البسبوسة بتاعتي جاهزة. دهنت الصينية دهنة سمنة محترمة كده علشان الأرضية بتاعتها تحمر وتبقى لونها ذهبي وجميل. وبساوي البسبوسة، ممكن ابل ايدي بمية، وعملتها معاكم قبل كده علشان البسبوسة ما تلزقش في ايديا. طب ايه الفرق ما بين البسبوسة النهاردة والبسبوسة اللي كنت منزلها لكم قبل كده؟ هو فرق واحد بس، ان دي ما فيهاش لبن بودر، اللي انا كنت بكرمله الاول على البوتاجاز. فايه اللي هيحصل ان دي هيبقى قلبها ابيض. اللي انا بكرمل لها لبن بودر بتكون قلبها من جوه لونه ذهبي زي الوش وزي الارضيه. بس هو للاسف انا ما كانش عندي، وقلت والله ما هقف، لازم هعمل لهم بسبوسه النهارده. وبعدين الظروف كانت ضدي بصراحه. هكمل لكم، بس نقول الاول الشربات. هنحط دلوقتي كوبايتين من السكر، مجين دول عليهم مجين برضو من الميه. هحط عليهم نص ليمونة وهرفعهم على البوتاجاز. بمجرد ما السكر قدامي يدوب والشربات بتاعي ياخد غلوة، خلاص هو كده بقى جاهز. ونص ليمونة تمام. هحط بس عليه ايه، سنة فانيليا. فطبعا زي ما قلت لكم الظروف النهارده كانت ضدي بصراحه. حتى انا بعت بنتي تجيب لي فانيليا، تجيب لي ورقتين فانيليا، فالراجل اداها 2 بيكنج باودر وهي ما خدتش بالها وطلعت. فانا مش عارفه، الناس مش مركزه، لا واحنا صايمين مركزين ولا واحنا فاطرين مركزين. تقريبا كان متقل في الفطار يعني. بصوا طريه ازاي، طريه وتحفه. اول ما بتطلع من الفرن الاول بديها اللون اللي من تحت ده، يعني بتستوي كويس جدا، واشوف الحروف بتاعتها اخدت اللون المحمر ده، افتح بقى عليها الشوايه واقف جنبها، اوعي تسيبيها. بمجرد ما وشها كمان يتحمر تطلع هي سخنه والشربات بتاعها بيغلي، وتسقيها وبألف هنا. لاحظوا بقى معايا دلوقتي واحنا بنسقيها، بصوا شربت الشربات في نفس اللحظة. بصوا هنغطي بقى، نسيب الوش يطرى وكده تمام.